بتبدأ معنا القصة بشخص غني واسمه جون، وباين جدا انه محبوب ومتواضع جدا وبيساعد الناس، محبوب بينهم. وباين بعدين انه بيعمل خطاب بالناس على المسرح، وفجأة وهو على المسرح مراته تنضرب بالنار وتموت وهي وراه وتقع على الارض. وفجأة بنكتشف ان ده كان حلم وصحي من الكابوس، وبنلاقي البطلة مراته اللي اسمها سو بتجري وبتلعب رياضة وبتسمع الاخبار اللي بتتكلم عن توتر كبير بين كوريا الشمالية وامريكا، ولازم يحلوه بسرعة قبل ما يتحول لحرب كبيرة بينهم. وبنلاقي سو وهي بتلعب رياضة في عربية بتراقبها وماشية وراها، ولما بتوصل البيت بتقول لجوزها ليه خليتي الحارس يمشي ورايا؟ فبيرد عليها وبيقول انا كنت نايم وما كنتش معاكي، فالحارس هو اللي لحقك علشان انتي كنتي بتجري لوحدك. فبتطمنه وبتقول ما تقلقش، الجري ده حياتي وانا بحب الرياضة عموما واكتر حاجة بحبها. لكن هو بيقلق اكتر، بيقول لها كبري دماغك، اجري براحتك واعتبريهم مش موجودين، ولو متضايقة عندك المشاية في البيت تقدري تلعبي عليها رياضة. وبنعرف ان هو مترشح للانتخابات الرئاسية وبيخاف ان حد يستغلها ويأذيها علشان ممكن يضعف موقفه ويبطل الانتخابات. وبنرجع بالزمن وبنشوف سو اللي كانت دبلوماسية مشهورة جدا وليها شعبية كبيرة، لكن فجأة قدمت استقالتها وسافرت من غير ما تقول السبب، والقرار ده قلب الدنيا عليها طبعا. وبنرجع تاني بنشوف سو وهي بتجري برضه بتلعب رياضة، ونفس العربية بتظهر وراها وبتحاول تهرب منها وبتجري وبتدخل الغابة وتفضل تجري لحد ما بتنجح وبتوصل لقمة الجبل. وبعدها بنشوف في حفلة كبيرة فيها أهم الشخصيات في البلد، والناس بيتكلموا عن الوضع السياسي وخوفهم من إن الحرب تقوم، وساعتها بيسألوا سو عن السبب الحقيقي لاستقالتها، فبتتوتر. ولكن قبل ما ترد واحدة من الموجودين بتقاطع وبتقول أكيد استقالت علشان جوزها مترشح برضه للرئاسة. فبيرد عليها وبيقول لها أنا عارف النقطة دي، بس عاوز أعرف هل ده قرارها هي ولا قرار الرئيسة؟ وفي اللحظة دي بتدخل رئيسة كوريا الجنوبية اللي اسمها تشي وبتسلم عليهم، وبتاخد سو على جنب علشان تتكلم معاها، وبتقول لها ليه ما قلتيش ان انا خيرتك بانك تستقيلي او تطلقي من جوزك علشان تترشحي للرئاسة؟ فسو بتعتذر لها وبتقول لها انا اسفة لو كنت سببت لك مشاكل او جبت لك مشاكل. فالرئيسة بترد بحزن طبعا وبتقول لها كنت متمنية انك تفضلي لحد ما تبقي وزيرة، بس لما جوزك اعلن ترشحه فقدت الامل على طول، خصوصا بعد ما اشتغلنا مع بعض 10 سنين. فسو بتقول لها انها كانت فعلا بتحلم تبقى وزيرة، لكن الظروف اجبرتها انها تسيب المنصب او الترشح. فسو بتقول لها ان جون جوزها عاوز يقابلها النهارده حتى لو بالليل. فالرئيسة بتستغرب جدا وبتسألها عن السبب، لكن سو بتقول لها هو ما قاليش تفاصيل. فبتوافق الرئيسة، وسو بتتصل بجوزها وبتقول له ظبطت ميعاد مع الرئيسة. فيرد طبعا بفرحة وسعادة جدا ويقول لها كويس، انا كنت مستني اليوم ده من زمان. وبعدين بتيجي صاحبتها اللي بتعتذر انها اتأخرت عليها، فصاحبتها بتقول لها انها تسافر تعيش في امريكا مع جوزها وان هي مضطرة تسيب شغلها، وبتقول لها زي ما انت ما استقلتي عشان جوزك انا كمان لازم اضحي. وتقول بس قرارك بالاستقالة كان اكبر غلطة وان ده ممكن ينهي مستقبلك المهني كله. لكن سو بترد عليها وبتقول لها انا هفضل واقفة جنب جوزي طول ما هو عاوز يبقى رئيس. بعدها سو لما بتروح على البيت بتلاقي جوزها محضر لها مفاجأة وبديها سلسلة بمناسبة انه هيترشح للانتخابات. فسو طبعا بتنبسط وبتشكره، وبعدين بتفتكر وبتقول له فاكر لما كنت مسافرة وكلمتني وقلت لي ارجعي فورا، كان في حاجة غريبة في صوتك، كان في ايه حصل ساعتها؟ فبيرد عليها وبيقول لها هحكي لك كل حاجة بس لما نرجع، علشان كانوا هم خارجين والقصة طويلة جدا. وبعدها بيخرجوا والمساعد بتاع جون بيبدأ يشرح له اماكن الجلوس جوه الكنيسة، لكن جون بيقطعه بيقول له خلي الرؤساء يقعدوا بره وما يدخلوش علشان انا مش عايز اتوتر وانا بصلي. وبعدين بيبص لسو بيقول لها وهو بيبتسم ايه رايك نجيب خوخ واحنا رايحين للبيت؟ فبتستغرب وتقول له خوخ ده لسه مطلعش اصلا. فبيبص للمساعد وبيقول له تقدر تجيبه؟ فالمساعد طبعا بيتفاجئ وبيقول له انت عمرك ما اكلته؟ فجون بيرد بهدوء وبيقول له حاسس فجأة اني محتاج اكله. وهما في الطريق بيشوفوا مظاهرة كبيرة ضد النظام اللي جون لو مسك الرئاسة عاوز يطبقه، وسو بتنزل من العربية وبتكون متوترة جدا وهي شايفة اعتراضات الناس والمظاهرات بتاعتهم، وبتفضل تبص لهم بقلق. وبعدها بيدخلوا الكنيسة وسو بتبقى عينيها متعلقة بالناس واللي بيحصل، وفجأة بتلمح واحد واقف فوق بيصور فيها وركزت طبعا معاه، وده بعدين بيكون ليه قصة واسمه سان. بيفضلوا يبصوا لبعض لثواني كده وبعد كده بتمشي وبتكمل طريقها. وبعدها بنشوف جون اللي بيقول للحارس خلي فريق الامن جاهز بره وجهز مكان تقعد فيه سو بعد الصلاة. وبتبدأ الصلاة في الكنيسة، واول ما بتخلص الكل بيقف وجون بيقوم علشان يدي كلمة، لكن فجأة بيكون في واحد لابس زي عسكري بيخرج من الصف بتاعه، والجندي ده زعق جامد في نص الكنيسة وبيقول ليه خنتنا؟ قلت انك مش هتعمل النظام ده وفجأة عملته. وبيطلع مسدس من جيبه وبيضرب جون بالرصاص، فالقاعة كلها بتتقلب والناس بتفضل تجري وسو تجري عليه وهي بتعيط، والحارس بيحاول يتدخل لكن العسكري
عسكري بيضربه هو كمان بالنار. فالجندي بيوجه سلاحه لجون تاني، لكن سو بتوقفه وبتصرخ فيه وبتزعق له وبتقول له استنى، النظام مش عاجبكم، انا هقنعه يلغي الفكرة، بس نزل المسدس. بس قبل ما يرد الحرس بيقتحم الكنيسة وبيضربهم كلهم بالنار. وفي الوقت ده جون بيقول لها هاتي خوخة من اللي هم اشتروها. فطبعا سو مستغربة جدا من السؤال ده او الطلب بتاعه، لكن فجأة بتلاقي العسكري او الجندي موجه السلاح عليها، وقبل ما يضربها بالنار بيظهر معانا البطل اللي كان بيصورها وبيتدخل في اخر لحظة وبينقذها وبيخطف المسدس منه. وفي اللحظة دي جون بيفقد وعيه، فسو بتنهار جنبه وبتصرخ، والجندي اللي ضرب النار بيبلع سم. ولما المصوراتي بطلنا يمسكه بيلاقيه مات. وبعدها عائلة جون كلهم بيتجمعوا في المستشفى علشان يطمنوا على جون. وفي الوقت ده صديقة سو اللي كانت مسافرة بتسمع الأخبار وبتقرر تلغي سفرها وترجع تاني للمستشفى. وفجأة الدكتور بيخرج وبيقول لهم للأسف الشديد إن جون مات. فكلهم طبعا انصدموا جدا، وسو بتقع على الأرض وبتكون مش مصدقة وماسكة الخوخ اللي هو كان عاوزه وبتفضل تعيط، والبلد كلها بتكون بتتكلم عن اغتياله. وبعدها بنشوف العيلة كلها وهم قاعدين على العشاء، وجدتي جون بتعيط وبتقول إن جوزي مات وابني مات ودلوقتي حفيدي برضه مات. لكن أخوه بيحاول يهون عليها وبيقول لها ما تقلقيش، أنا ناوي أترشح مكان للرئاسة. لكن أمه بتعترض وبتصرخ وبتزعق له وبتقول له لا، أنا مش هفقد ابني تاني، الأولى اللي ترشح هي مراته أرملة الرئيس السابق، الناس هتقدر تتقبلها أسرع. فسو بتسمع الكلام ده بس ما بتردش. وبعدها بيدخل المحامي ومعه الوصية وبيعلن إن جون قبل ما يموت كان معاه المحامي مخصوص قبل أسبوعين علشان يقسم تركته. وبيبدأ يقرأ الورق وبيقول 4 مليار نصيب سو بالإضافة ل5 عقارات قيمتهم 28 مليار، وبكده هي الوريثة الوحيدة للثروة دي كلها. فالكل طبعا انصدم حتى سو نفسها، وأخوه بيتعصب جدا وبيقول لها إيه الهبل ده أكيد وصية مزورة. لكن المحامي بيرد وبيقول في تحقيق والتحويلات كلها اتأكدت رسميا. فالجدة طبعا بتنهار وبتقول إن الثروة اللي اتبنت على مدار 3 أجيال بتيجي واحدة مش من عيلتنا أساسا وتاخدها كلها. فأم جون طبعا وجهت كلام لسو وبتقول لها قولي لنا إيه اللي حصل، إزاي كتب لك كل الكلام ده. فسو بتعيط وبتقول لها أنا مصدومة برضو زيكم، الحاجة الوحيدة اللي قالها لي إنه هيوزع أملاكه قبل الانتخابات وطلب مني أجيب بطاقة وختمي للمحامي، غير كده أنا ما أعرفش حاجة. فالجدة بتقاطعها وبتقول لها بعصبية حتى كمان جون ما خلفش عشان يورث الورث بتاعه، وهي بتشك في سو. فحماتها بتقول لها برضو إن الناس هتقول إن أنت قتلتيه علشان تورثيه، لازم تفسير. فسو بتتعصب جدا وبتقول لهم طول عمركم شايفيني أقل منكم من غير أصل لأني فقيرة، ويمكن علشان كده جون كتب لي كل ثروته علشان محدش يتكبر عليا تاني، وبعدين أنا مش عايزة الفلوس دي هتبرع بيها وأسافر برا كوريا كمان. لكن الجدة بتضحك بسخرية وبتقول لها مين قالك إن أنت هتتبرعي بيهم، أنت مش هتقدري تتحركي من هنا. وأخو جون بيقول لها هنرفع قضية ونرجع كل حاجة بالقانون. وحماتها بتقول لها ارفع قضية وهات أكبر محامين وإحنا مش هنسيبها. فسو بترد ببرود اعملوا اللي انتم عايزينه، وبتكون هتسيبهم. وكان لسه هتقوم علشان تمشي وهتخرج، لكن الجدة بتقول لها حفيدها في اجتماع مهم هيتعمل هنا في البيت بكرة. لكن سو بتلف وبتقول لها الاجتماع ده هيكون في بيتي أنا. فالجدة بتتصدم وبتقول لها ده بيتك. فالمحامي بيوضح وبيقول إن البيت اتسجل باسمها من 10 أيام. فالجدة بتتصدم أكتر، وسو بتقف قدامهم بكل قوة وثقة في نفسها وبتقول ما تقلقيش مش هطردكم من البيت، وبتسيبهم وبتمشي. وبعدين بنروح للبطل اسمه سان اللي كان بيصور سو واللي أنقذها، ماسك السلسلة اللي اداها جون لسو اللي وقعت منها في الكنيسة وبيحاول يصلحها. وفجأة تليفونه بيرن وفي حد بيكلمه وبيقول له في مهمة ليك. فسان بيرد بيقول له أنا بطلت شغل الحراسة. فالراجل بيقول المرة دي مختلفة، الشخصية دي مهمة جدا، دبلوماسية وجوزها مات وأرملة وكان مرشح رئاسي اسمها سو. فأول ما بيسمع الاسم بيتصدم طبعا وبيقول هي سو هي اللي عاوزاني أحميها. فبيقول لا، هي نفسها مش عارفة إنها في خطر والمطلوب تكون حارسها الشخصي، بس من غير ما هي ما تحس، تخليها فاكرة إنها هي اللي مشغلاه، وأي معلومة تخص الشغل ده ما ينفعش تقولها وهتفضل سرية. لكن هو عاوز يعرف بتقابل مين وبتتكلم مع مين وإيه اللي بيتقال في المقابلات. وبنرجع لسو اللي كانت بتكون قاعدة مع المحقق وبتسأله عن اللي قتل جوزها. فالمحقق بيقول لها ده كان خادم في القوات الخاصة وكل تصرفاته بتقول إنه مختل ومجنون. ولما فتشنا شقته لقينا إنه مهووس بجمع المعلومات عن جوزك اللي هو جون، وبيوريها صورة ليه هو وعيلته وبتقول له طيب والشخص اللي ساعدني؟ فبيقول لها دورنا عليه كتير وما لقيناش ليه أثر، وكل اللي عرفناه إنه هو من أمريكا. بعدها بنرجع لسان اللي بيكون بيراقبها وهي بتجري وبتلعب رياضة، وبيقول إن هي محافظة على روتينها اليومي ومشغولة طول الوقت، بس مهملة شوية. وبيلاقي الجاكيت بتاعها واقع على الأرض فبينزل يجيبه وبيحطه على الكرسي من غير ما هي تاخد بالها. ولما بيرجع البيت الراجل بيكلمه تاني وبيقول له إيه هتقبل المهمة ولا لأ؟
فسان بيرد عليه وبيقول له لا مش ناوي اشتغل، هي اقوى بكتير من انت فاكر. وبعد كده بيفضل يراقبها برضه وشكله عاوز يشتغل لحاله. وفجأة بيظهر قدامها في الموقف بتاع الباصات، فسو بتتفاجئ وبتقول له انت هنا؟ فبيرد بحزن وبيقول لها انا زعلان على اللي حصل لجوزك، وبيديها السلسلة بتاعتها بعد طبعا ما صلحها. لكن بيكون في ناس بيراقبوهم وبيصوروهم، وواحد منهم بيقول ده نفس الراجل اللي كان موجود وقت الجريمة. وبنروح لسو اللي بتسأل سان وبتقول له في حاجة عاوزة اسألك عليها، بس سان بيقاطعها بيقول لها تعرفي انك متراقبة، فهي بتتصدم وبتبص حواليها، لكن بيمسكها وبيقول لها تعالي نتكلم في مكان تاني. واللي بيراقبوهم طبعا بيحسوا انهم اتكشفوا وبيمشوا وراهم وبينادوا على سو، لكن سام بيشدها وبيقول لها كملي وما ترديش عليهم. وبيلف لهم طبعا سام هو لوحده وبيفضل يضرب فيهم واحد واحد لحد ما بيخلص عليهم، وبيرجع ياخدها وبيمشوا. وفجأة في ناس تانية ظهرت وبدأت تجري وراهم، فسو ولعت الكشاف بالموبايل علشان تشوف الطريق، لكن سان بيشد التليفون منها وبيقفله وبيقول لها غمضي عينيك للحظة وافتحيها، فبتعمل زي ما قال، ولما بتفتح بتلاقي المنطقة كلها منورة وراهم، واللي بيطردوهم طبعا بيكونوا واقفين ومش عارفين يتحركوا في الضلمة. وبيكملوا طريقهم، وسام بيقول لها كنت عايزة تسأليني عن حاجة، فسو بتقول له السؤال عن الشاب اللي قتل جوزي، سمعته قال ايه قبل ما يموت. فبنرجع للحظة ما مات واخد البرشامة بيقول انا قتلت الجاسوس، وسام طبعا سمعه. فسو بترد عليه وبتقول الناس كلها بتقول عليه مجنون، بس صوته وعينيه ما بيقولوش كده، عندي احساس قوي انه ما كانش مجنون. فسان بيقول لها انا كمان شايف كده، هو مش مجنون ولا كذاب، بس واضح ان في حد اكبر منه هو اللي امره بكده. وفي اللحظة دي الدنيا بتمطر، فبيجروا تحت مكان علشان يحميهم، وسان بيوريها فيديو بكاميرات المراقبة يوم الحادثة، وبيظهر القاتل وهو بيخبي حاجة في كتاب. فسو بتسأله بيقول له ايه اللي حطه ده، فسان بيقول انا بعدها رحت واخدته ولقيته رقم تليفون وحاولت اتصل بيه لكنه كان خارج الخدمة، وبعدها اكتشفت ان الرقم ده اصلا مش موجود، معنى كده ان صاحبه شخصية كبيرة جدا لدرجة انه يقدر يخلي الرقم يختفي وكأنه ما كانش موجود. فسو بتقول له ان برضه ممكن يكون عنده القدرة يستخدم اي رقم هو عايزه. وبعدها بنروح للرئيسة اللي المدير بيسألها وبيقول لها بتثقي في سو قد ايه، فبترد عليه وبتقول له قصدك ايه بالكلام ده. وفي النهاية بنشوف سو اللي بتكون لسه بتشوف الفيديو، وفجأة بتشوف القاتل وهو بيقابل شخص راكب عربية، واول ما بينزل الشباك تتصدم ان في العربية ان هو اخو جوزها. وبس دي كانت نهاية الحلقة الاولى من مسلسل العاصفة. تقدروا تشوفوا باقي الحلقات اللي هتنزل في وصف الفيديو تحت في بلاي ليست كاملة هتكون عليها المسلسل. تنسوش اللايك والاشتراك وتقولوا رأيكم في تعليقات. سلام.